السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أحبتي في الله، هذا هو اللقاء الأول الذي نجلس فيه بمشيئة الله سبحانه وتعالى لنتعرف كيف خلق الله آدم عليه الصلاة والسلام. سيدنا آدم ده يبقى ايه بالنسبة للبشر؟ أبو البشر. ليه؟ هل خلق الله عز وجل آدم كما خلق بقية الخلق؟ لا. إنما سيدنا آدم له خلق ايه؟ معين. أول شيء في خلق سيدنا آدم ماذا فعل الله عز وجل؟ قال الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. ماذا قالت الملائكة؟ قالوا العلماء بيقولوا، عايزكم تركزوا معايا، احفظوا الكلمة دي. لما ربنا سبحانه وتعالى قال للملائكة وأخبرهم أنه سيجعل في الأرض خليفة، الملائكة قالت إيه؟ أتجعل في الأرض. شوف العلماء قالوا لذلك أمرهم الله عز وجل بعدها مباشرة بإيه؟ بالسجود لمين؟ لآدم عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأنهم لما أخبرهم الله عز وجل عن خلق آدم قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. هم قالوا ده اعتراض على أمر الله؟ وإنما قالوا ذلك لأنهم رأوا ما فعله الجن من إيه؟ من سفك للدماء وإفساد في الأرض وعدم متابعة أوامر الله عز وجل وعدم امتثال أوامر الله سبحانه وتعالى. فقالوا لربنا سبحانه وتعالى أتجعل فيها من يفسد فيها زي الجن ويسفك الدماء كالجن ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ إني أعلم ما لا تعلمون. برافو عليكم. الله عز وجل يعلم إن في بني آدم من يكون نبيا ويكون رسولا، ويعلم أن منهم أفضل الخلق مين؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك الله سبحانه وتعالى فضل بنو آدم على كثير من خلقه. وربنا سبحانه وتعالى لما أسجد الملائكة لآدم عليه الصلاة والسلام فيه دليل على أنه من أطاع الله وامتثل لأوامر الله ونفذ ما أمر الله سيصبح أفضل من الملائكة. تخيل العبد اللي هو بني آدم. طب الأول عاوزين ناخدها واحدة واحدة، ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل خلق آدم من إيه؟ أول شيء خلق الله آدم عليه الصلاة والسلام من تراب. قال الله عز وجل، من اللي حافظ؟ إن مثل عيسى عند الله خلقه من تراب ثم قال كن فيكون. فأول شيء الله عز وجل خلق آدم من إيه؟ من تراب. والقصة احنا عارفينها ولا نسيناها؟ أن الله عز وجل أمر سيدنا جبرائيل أن يأتي له بقبضة من الأرض، فلما ذهب إلى الأرض ليأخذ منها قبضة استعاذت منه بالله ألا ينقص منها شيء أو يشينها بشيء. فذهب سيدنا جبريل عليه السلام إلى الله عز وجل، ثم أرسل الله ميكائيل أن يأخذ قبضة من الأرض، فاستعاذت بالله منه أن ينقص منها شيء، فرجع ميكائيل عليه السلام، ثم أرسل الله ملك الموت أن يأخذ منها، يأتي له منها بقبضة من تراب، فلما استعاذت
بالله منه، قال بل أستعيذ بالله منك أن يأمرني الله بأمر فلا أطيع أمر الله. فأخذ إيه؟ قبضة منين؟ من تراب الأرض، فكان منها السهل ومنها الصعب ومنها الأبيض ومنها الأحمر ومنها الأسود. تلاقي في ناس إيه؟ بيضة. أنت بيض، أنت أبيض ولا أسمر؟ أبيض. في واحد تاني أسود، في واحد تاني أحمر، في واحد تاني تلاقيه سهل تتعامل معاه، تلاقيك بتتعامل معاه سهل في تعامله، عنده رحمة، مش غليظ في القول. واحد تاني تلاقيه صعب في تعامله. ده كله منين؟ من جزيئات التراب. تلاقي في أرض إيه؟ صلبة ما تنكسرش، وفي أرض تانية هينة وسهلة، وفي أرض تانية سوداء، وفي أرض تانية حمراء وبيضاء، صح؟ لذلك الله عز وجل جمع إيه؟ آدم عليه الصلاة والسلام من جميع أجزاء الأرض. دي أول مرحلة. المرحلة الثانية لما جاء الله عز وجل، لما جاء ملك الموت بالتراب، أنزل الله عز وجل عليها الماء فابتل التراب فأصبح إيه؟ طينا. مين بقى اللي يقول لنا آية تدل على أن الله خلق آدم من إيه؟ من طين. ها ركزوا معايا، ها قول كده. قال الله عز وجل إني خالق بشرا من طين. يبقى آدم المرحلة الأولى إن هو من إيه؟ من تراب. المرحلة الثانية أصبح التراب إيه؟ طين. قال الله عز وجل إني خالق بشرا من طين. لذلك قال الله تبارك وتعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. يبقى أنت منين؟ من طين. والطين فين؟ في السماء ولا في الأرض؟ لذلك لما يموت الإنسان أين يذهب؟ يذهب إلى أصله. أنت مخلوق منين؟ التراب دي جبناه منين؟ من الأرض. لذلك لما يموت الإنسان يقول الله عز وجل للملائكة عندما يصعد به إلى السماء اذهبوا به إلى الأرض أعيدوه إلى الأرض فمنها خلقناهم وفيها نعيدهم ومنها نخرجهم تارة أخرى. لذلك الله عز يعني بعض العلماء قالوا كل واحد بيموت فين؟ الواحد بيموت فين؟ ها؟ شوف ايه الوش ده؟ هناك؟ ماشي. الواحد بيموت فين؟ انت عارف انت هتموت فين؟ في واحد يعلم مكان موته. العلماء بيقولوا بعد ما تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم كل مش ملك الموت خد قبضة من الأرض. ممكن يكون مثلا خد قبضة من السادات، قبضة من الخطاطبة، قبضة من مصر، قبضة من فلسطين، قبضة من أمريكا، صح؟ كل الأرض من أجزاء جميع الأرض. كل واحد بيدفن فين؟ نفس المكان. من نفس يعني يرجع كل تراب إلى مكانه الذي أخذ منه. ودي تمام عدل الله عز وجل. هو خد من الأرض فيعيدها فين؟ إلى الأرض، بس كل جزء أخذه يعود إلى مكانه. حتى يعني أخذ من مكان في البحر. الواحد يموت فين؟ في البحر عشان يتحلل فين؟ في البحر. وأجزاؤه تروح فين؟ في قاع البحر، في المكان اللي هو أخذ منه. يبقى أول شيء الله عز وجل خلقنا من إيه؟ من تراب، ثم من طين. الطين قلنا في السماء ولا في الأرض؟ يبقى لازم تكون متواضع، لا تتكبر أبدا. الإنسان ينظر إلى خلقه. أنت خلقت من أرض، يبقى دايما نظرك إلى الأرض. لا يعلو، يعني لا تعلو على أحد ولا تتكبر على أحد، لأنك أنت في الأصل إيه؟ تراب وطين. الطين بيتكبر؟ لا يتكبر. الإنسان يعلو شأنه بإيه؟ بعبادة الله عز وجل. يعلو شأنه بقربه إلى الله عز وجل. تخيل أيها الحبيب، أعلى شيء في الإنسان إيه؟ رجله ولا دماغه؟
ولا رجله؟ انت اعلى حاجه عندك ايه؟ ولا ودانك؟ دماغك، صح؟ دي اعلى شيء فيه. الواحد في ما يشوف واحد متكبر يقول لك ايه ده فلان ده هو حاطط مراخيره في السماء. ليه؟ يعني بيدل على انه راجل متكبر. تخيل في الصلاه لما تيجي تسجد بتعمل ايه؟ بتضع اعلى ما في جسدك فين؟ في التراب. قال الله عز وجل فاسجد واقترب. اسجد واقترب. اين الله؟ ولا في كل مكان؟ الله عز وجل في السماء عال على عرشه سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل الرحمن على العرش استوى. الله سبحانه وتعالى عال ايه؟ فوق العرش سبحانه وتعالى، بائن من خلقه سبحانه وتعالى. يبقى أين يقترب الإنسان إذا سجد؟ إلى الله عز وجل. والله عز وجل في السماء، فكلما تواضع العبد إلى ربه كلما رفعه الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال لحبيبه محمد؟ ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم ورفعنا لك ذكرك. النبي عليه الصلاة والسلام كان متكبر؟ كان يرى نفسه صلى الله عليه وسلم؟ كان سيد المتواضعين صلى الله عليه وسلم، فرفعه الله بسبب ايه؟ تواضعه. فالمسلم مننا واجب عليه يكون ايه؟ متواضع. اوعى عمرك تتعالى على احد. واحد ضعيف فقير محتاج، لازم انت ايه؟ تديله وتسنده. كان الله في عون العبد فين؟ في عون اخيه. هو دي اخلاق المسلمين. بنتعلم من خلق ادم عليه الصلاة والسلام ان الانسان مخلوق من ايه؟ من طين. انت مخلوق من طين ولا سيدنا ادم اللي مخلوق من طين؟ ها؟ هناك فرق بين خلق ادم وخلق بقية البشر. ها؟ يعني انت من جميع التراب. بس انت مش مخلوق، مش جايبين، ما جبناش حته طين حطيناها في رحم الام وعملناها، صح؟ دي هنرجع لها تاني ان شاء الله بس بعدين. يبقى احنا دلوقتي مع مين؟ سيدنا ادم. سيدنا مين؟ ادم عليه الصلاه والسلام، اللي هو بالنسبه لنا ايه؟ ابو البشر عليه الصلاه والسلام. خلق من تراب ثم من طين ثم من ايه؟ مين اللي هيقول؟ ها؟ ثم من علقة. الطين لما يترك فترة من الزمان يبقى ايه؟ لا، علقة. صلصال. يبقى ايه؟ صلصال. مين اللي يقول لي آية بقى؟ خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. برافو عليك. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. لما تشوف الراجل بتاع القلل، حد شاف الراجل بتاع القلل قبل كده؟ بيعمل ايه؟ بيصنع بيجيب بتاع الطين كده سودة ويعملها قلة. شربت من القلة قبل كده؟ كركرت ولا ما كركرتش؟ القلة ديت بتبقى لونها أسمر ولا أحمر؟ قبل ما تبقى صلصال كانت إيه؟ كانت طين أسمر. بس لما بتقعد فترة من الزمان بينقلب لإيه؟ بتنقلب إلى صلصال. فسيدنا آدم كان ترابا ثم جاء عليه الماء فأصبح طين ثم كان حمأ مسنون ثم كان صلصال عليه الصلاة والسلام. ثم قال الله عز وجل بعد كده، بعد الصلصال بقى، لأن إبليس، شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك إيه؟ إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الإيه؟ الدماء بيجري فين؟ في العروق. إبليس اللعين كان قبل ذلك ايه؟ كان من اقرب الناس الى الله عز وجل، ويعبد مين؟ الله عز وجل، حتى قدم على الايه؟ على الملائكه. وكان فين؟ وكان في الملأ الاعلى مع الملائكه. ماشي. لما خلق الله ادم وادم سيدنا ادم خلق بقى، ربنا سبحانه وتعالى شكله صغير كده، طفل ولا راجل كبير؟ خلق الله آدم على صورته 60 ذراعا في السماء.
60 ذراع فين؟ في السماء. يعني سيدنا آدم الله عز وجل هيئه وخلقه له مناخير وعينين وودان ورأس وإيدين وكل شيء منين؟ من طين، صح؟ ثم ظلت الطين حتى أصبح إيه؟ صلصال. صلصال دي يعني زي الفخار كده، زي القلة جامدة، بس جوه إيه؟ فاضي، مش فيه بلعوم وفيه معدة وفيه بطن وفيه الحاجات دي، صح؟ ولا مش صح؟ ولا مش صح؟ صح ولا مش صح؟ صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل لما جعل آدم كالصلصال، إبليس كان بيجي يخش من زوره يخرج من دبره. وكان إيه الهوى لما بيجي يدخل من بق آدم عليه السلام ويخرج من دبره بيعمل إيه؟ بيعمل صوت. بيعمل إيه؟ صوت. لذلك إبليس عارف حافظ فيه كل شيء، لأنه كان إيه؟ كان بيتجول في داخل آدم عليه الصلاة والسلام، فعارف إيه؟ كل الملاعب بتاعتك وكل الطرق هو عارفها وحافظها. لذلك الله عز وجل لما أمرنا بالابتعاد عن إبليس قال لا تتبعوا إبليس ولا قال إيه؟ لا تتبعوا خطوات الشيطان. يعني ما كل خطوة الشيطان يوسوس لك بها عليك أن تقطعها عليه. ما تقولش بقى يا عم الشيخ ده أنا بلعب في التليفون وسمعت أغنية، يا عم الشيخ ده أنا بفر في الفيسبوك لقيت صورة. لا، هتلاقي التليفون هيبعدك عن طاعة الله ويقربك من معصية الله. تعمل ايه؟ تقطع الطريق. لا تتبع الشيطان خطوة من ايه؟ من خطوات الشيطان، لأنه عدو ايه؟ لكم عدو مبين. مبين يعني ايه؟ يعني الله عز وجل قد بين لنا عداوته وأنه تكبر على ايه؟ على امتثال أمر الله عز وجل. اوعى تظن أن العبد يسجد لغير الله. الملائكة لم تسجد لآدم من دون الله أو أنها تسجد له عبودية من دون الله. لا، أول شيء سجدت الملائكة لآدم عليه الصلاة والسلام تنفيذا وامتثالا لأمر الله. من الذي أمرهم؟ الله، فسجدوا طاعة لله. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم. الله عز وجل أمرك بشيء عليك أن تنفذه. طب أنا نفسي أعمل الشيء ده، أو أنا لي لذة أو شهوة إن أنا أفعل هذا الأمر، ولكن الله عز وجل نهاني عن فعله. أتبع شهوتي ونفسي وهوايا ولا اتبع أمر الله؟ أمر الله عز وجل. نتعلم من سجود الملائكة لآدم أنهم نفذوا أمر الله عز وجل، لم يتكبر. من اللي تكبر؟ إبليس. لذلك لما تكبر عن تنفيذ أمر الله عز وجل ماذا فعل الله به؟ لعنه الله وطرده الله وجعله الله عز وجل ملعونا إلى قيام الساعة. لماذا؟ أنت عايز تنام؟ لأنه تكبر على أمر الله عز وجل. فاعلم أنك لو تكبرت على أمر الله أصبحت مثل مين؟ إبليس اللعين. وإنما لو امتثلت لأمر الله أصبحت كالملائكة، وربما تكون أفضل من الملائكة. علينا أن نتعلم من خلق آدم عليه الصلاة والسلام عدة أمور. النهاردة تعلمنا أول شيء إيه؟ أننا مخلوق من طين، والذي خلق من طين عليه أن يكون متواضعا. برافو عليك، أن يكون متواضعا، لا يتكبر لا على أبوك ولا على أستاذك ولا على معلمتك ولا على شيخك، عشان لما أقول لك حاجة تقول لي حاضر، ولا تتكبر، تتواضع لله. وأعظم شيء التواضع بين يدي الله عز وجل. ما تبقاش واقف في الصلاة
انت واقف بين ايدين مين؟ الله سبحانه وتعالى، خالق الخلق ومدبر الامر سبحانه وتعالى، الذي يقول للشيء كن فيكون. انت واقف بين يدي الله الجبار المتكبر العزيز سبحانه وتعالى الغفار، تبقى واقف ايه؟ متواضع لله. شوف هنقول القصة دي وهنختم إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به منين؟ من المسجد الحرام إلى المسجد الايه؟ الأقصى. المسجد الحرام فين؟ في مكة شرفها الله. والمسجد الأقصى فين؟ في فلسطين. فلسطين ديت عربية ولا إسرائيلية؟ عشان نبقى مركزين. النبي عليه السلام بقى لما أسري به إلى المسجد الأقصى ثم أعرج به فين؟ السماء فين؟ السابعة بس؟ في الملأ الأعلى سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: رأيت أخي جبريل عليه السلام ليلة أعرج بي واقفا تحت العرش كالحلس البالي. تخيل سيدنا جبريل دي حجمه قد ايه. النبي عليه الصلاه والسلام رآه مرة جالسا على كرسي بين المشرق والمغرب له 600 جناح، كل جناح يسد الأفق. يبقى حجمه قد ايه؟ عظيم. شوف سيدنا جبريل عليه السلام لما أمره الله بأخذ قرية سيدنا مين؟ لوط عليه السلام، قال رفعتها على طرف أي جناحي. شوف قرية كاملة سيدنا جبريل خدها رفعها على ايه؟ طرف بس الجناح إلى السماء السابعة، حتى سمع من كان في السماء السابعة صوت نباح كلابهم. تخيل، شوف العظمة، شوف القوة. ومع ذلك وقف تحت عرش الرحمن كالحلس البالي، زي الحصيرة البالية القديمة، زي الهدوم المكرمشة القديمة. ليه؟ تعظيما لله عز وجل. فالواحد إذا وقف بين يدي الله يتواضع لله، تواضعه بالخشوع لسماع كلام الله في القرآن، للخشوع بالتدبر في التسبيح وذكر الله عز وجل. استفدنا النهاردة ان الانسان يتواضع ثم يتبع امر الله ولا يتكبر على خلق الله ويمتثل لأوامر الله تبارك وتعالى. أسأل الله في عليائه ومن فوق عرشه أن يعينني وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعلي بفضلك رايتي الحق والدين. وصلى الله وسلم على البشير النذير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم.